السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام قصر عبد المجيد باشا سيف النصر بمدينة ملاوي بمحافظة المنيا. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عيشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة القصر الجميل بتاعنا اللي اتبنى زي ما هو مكتوب قدامنا. التاريخ مكتوب اهو 1333 هجري اللي هو 1914 ميلادي، يعني وقت الحرب العالمية الأولى. برضو يعني الحرب العالمية الأولى ابتدت ووقتها بقى بريطانيا أعلنت الحماية علينا وخلاص ما بقناش تابعين للدولة العثمانية. والأخ ده بابن القصر الجميل بتاعه، هو راجل كان من أعيان المنيا وملاوي من أغنى أغنيائها. كاتب بقى هنا كده النص ده، لأن احنا ما عندناش نصوص في الأسرة للنصين، النص ده ونص تاني في الاتجاه ده كده في الركن هنا في سبيل، وهو برضو مكتوب عليه كتابات. كاتب ايه بقى؟ في سماء الفرقدين قد تبدت دار عز زهت في العالمين، وغدا تاريخها في بيت شعر آية في المجد سلطانا مبينا. يا ديارا ببها عبد المجيد اللي هي ببهاء يعني، ادخلوها بسلام آمنين. بصوا بقى تحت كل كلمة مكتوب تاريخ 227 و10 و26 و88 و147 و133 و152. ده اللي احنا بنسميه التاريخ بحساب الجمل، وهشرحه لكم دلوقتي. في نافوره قدام القصر، وده السور الخارجي زي ما احنا قلنا اهو، السور برضو باين من هنا، وفي الاتجاه ده كده سبيل بيقدم الميه للناس المره في الشارع بالمجان. القصر 3 طوابق، الارضي ده اللي هو الخدمي، وفوق هنا الضيافه، والثالث بقى او الاخير اللي هو بيبقى للنوم وللاقامه. في غرفه مفتوحه اهو من الجزء الخدمي نبص عليها. المهندس تقريبا فرنسي، والطراز اللي احنا بنسميه طراز تلقيطي. دي غرفه من غرف الخدم. تلقيطي في اكتر من حاجه، كلاسيكي وقوطي ورومي، زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الزخارف اللي عليه. بصوا دي بتاعت الفتره بقى، يعني العماره في القرن العشرين، عندنا نهايات القرن ال19 وبدايات القرن العشرين زي ما احنا قلنا في سنه 1914. هو القصر في نص مدينه ملاوي بالظبط. قلت لكم بقى موضوع حساب الجمل او الجمل، حساب الجمل، التأريخ بحساب الجمل. يعني ايه؟ احنا عندنا الابجديه العربيه، يعني الحروف بتاعه العرب النهارده اللي احنا ماشيين عليها بنتعلمها حتى في الروضه وفي الابتدائي، الف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال. ده اللي احنا بنسميه الترتيب الهجائي. كان في ترتيب قبله اللي هو ابجدي، بتاع ليلى مراد الاغنيه بتاعتها اللي هي ابجد هوس حطي كلمه، بس نزود عليها بقى كمان ايه؟ مش شكل الاستاذ بقى منسجم، نزود عليها بعد ابجد هوس حطي كلمه صعفص صعفص كرشت صخذ ضزغ. دول ال 28 حرف بتوع العرب، وكل حرف من هنا بيساوي رقم. الالف بتساوي 1، الب بتساوي 2، الجيم بتساوي 3، الدال بتساوي 4. الاول ده البرج ده جواه سلم جميل قوي، هنشوفه من جوه، ده من اجمل الحاجات اللي في عماره القصر. ونرجع تاني لحساب الجمل. عشان كده لما بنيجي في الامتحانات عندنا او اي مواد بيكتبوها يقول لك الماده الاولى بتتقسم لنقط، ما بيقولش الف باء تاء ساء، هو بيقول الف ب ج د. نفسه يقول لك السؤال الاول النقط الف ب ج د، ما ده اللي هو ابجد، الف ب ج د، وبعدين هوز ه واو زي. فكل حرف بقى من هنا، الف بيساوي 1، الب بتساوي 2، الجيم بتساوي 3، الدال بتساوي 4، وبعدين هوز اله 5، الواو 6، الزي 7، وبعدين حطي الحاء 8، الطاء 9، الياء 10، وبعدين كلم. بعد 10 بقى ما نقولش 11 12، لا نقول بعد 10 نقول 20. كلم يبقى الكاف 20، اللام 30 بالترتيب اهو، الميم 40، النون 50، وهكذا. شايفين الطائر اللي فوق ده؟ في 2، يعني في طائر حقيقي
وطائر تمثال. جميل جدا. كل ده انتوا بتشوفوه كانه لايف، احنا لا بنعمل مونتاج ولا اي حاجه. والنهارده 4 رمضان، كل سنه وانتم طيبين اهو. طيب، فهو بقى بيعمل ايه؟ احنا قلنا كل حرف يساوي رقم اهو، فيعملوا جدول بقى عنده من 1 ل 10، وعنده المضاعفات ال 20 ال 30 ال 40. بيجي بقى هنا في النص اللي احنا رجعنا له تاني اهو، لفينا لفه كامله حوالين القصر قبل ما ندخل في النص ده. هو بيكتب بقى الكلام ده اهو، لازم يكون ماشي على نفس الوزن والقافيه بتاع الكلام اللي قبل منه، وكل حرف من دول هو بيساوي رقم، فيجمع الارقام دي فيدينا تاريخ بناء المؤسسه بالهجري اللي هي 1333. يعني هنشيل حرف الياء ده ونحط الرقم بتاعه، والالف ونحط الرقم، ونشيل الدال ونحط الرقم، والياء ونحط الرقم، ونجمع بقى كله بقى على بعضه، يقوم يدينا في الاخر 1333. ده تاني اسمه التأريخ بحساب الجمل، على عهدة الأستاذ مصطفى مفتش الأثر اللي هنا. قال لي إن الكلام ده غلط، يعني التأريخ بحساب الجمل هنا في خطأ، في غلطة، والله أعلم، أنا ما حسبتهاش يعني. هنطلع على سلم، هو سلم مزدوج. بصوا بقى، احنا قلنا هو اسمه ايه؟ عبد المجيد باشا سيف النصر، بالعربي وبالانجليزي عين سين واي اس. عين سين عبد المجيد سيف النصر، هنا عين عبد المجيد سيف النصر، الايه عبد المجيد وبرده سيف النصر. نفس الكلام هنا في المصراع الثاني للباب. بصوا الارضيه برضو، اعتقد دي مش الاصليه، لان الارضيات اللي فوق هنشوفها دلوقتي. ندخل بقى، مش عارف مين الحاج ده بصراحه. يعني في صور فوق انا مش عارف ده، هل ده بقى الملك بتاع القصر، ولا حد من الملاك القدام، ولا من العيله، ولا من الناس الملاك الجداد اللي بعد كده. حتى السجاد ده لما سالت هنا هو واضح ان ده سجاد اصلي، هنا بقى الارضيه اصليه. وهو حد خده بعد كده كان تاجر سجاد، فانا هم بيقولوا تحول لمخزن للسجاد. انا مش عارف ده الاصلي ولا ده بقى من المخزن، الله اعلم. بصوا هنا دي القاعه اللي هي الصاله الرئيسيه، الضيوف بتدخل هنا. دول اجمل غرفتين في القصر، او غرفه، هي غرفه بس ببابين. الغرفه دي اللي هي غرفه الطعام، للاسف الملاك الجداد قافلينها، وقالوا لنا بقى المفتشين اللي هنا ان جميله جدا، نحاول نبقى نجيب لها صور ونحطها لحضراتكم في التعليقات. دي غرفه الطعام، يعني هما بيدخلوا هنا بيستقبلوا الضيوف بتوعهم، يشربوا الشاي في الغرف دي، وبعدين لما يبقى في اكل يدخلوهم بقى هنا. شوفوا بقى زي ما بنشوف زمان، اول ما بيدخل الشماعه اللي بيحطوا عليها الطرابيش ومتعلقاتهم اهو هنا. وفي بيانو ده ما زال شغال لغايه دلوقتي، ومتصنع في برلين اهو، ومكتوب عليه ان هو اتصنع علشان يتباع في القاهره اهو. شغال. وانا عرفت برضو انه للاسف ان البيانو ده مش متسجل اثر، يعني هو القصر اتسجل في 2002، معرفش بقى ان مقتنياته المفروض تتسجل معاه. القصر متسجل اثر هو 2002 بس، كان شوف هو مبني في سنه 1914، لما اتسجل في 2002 ما كانش عمره وقتها يعني شوفوا احسبوها، كان لسه 88 سنه، ما وصلش ل 100 سنه، بس ده ما تسجلش، فربنا يستر عليه او يتسجل. بيانو من عمر القصر. ده الباب اللي احنا شفناه من بره، ودي العين والسين اللي شفناها من بره. شوفوا السقف بقى والجمال اللي فيه، شوفوا الاسقف واهتمامهم بيها. دي غرفة تانية، هندخل كل الغرف اللي مفتوحة. القصر على مساحة حوالي 2600 متر بالحديقة بتاعته. شو الأرضية وجمالها برضو. بصوا هنا الأرضية، يعني أنا نضفنا شوية فوق كده
علشان تبان جمال الارضيه برضو، لان فوق كان فيه تراب كتير قوي زي ما هنشوف دلوقتي. بيهتموا بالاسقف، وتلاقوا دايما الاسقف مش شبه بعضها. هنا بلكونه، وده السلم اللي احنا شفناه من بره، ده هندخل نشوفه من جوه دلوقتي. ده الحمام، وده اصلي، يعني الحوض ده اصلي. للاسف مفيش اضاءه هنا الا الشباك ده هو اللي بينور لنا، بس واضح ان الحمام ده لانه تحت السلم فحمام ممكن يكون للخدم. نرجع تاني للصاله الرئيسيه ونشوف الناحيه التانيه بقى في مطبخ وباب صغير كده بيدخل الاكل للضيوف. وهنا مطبخ. شوفوا السلم ده، هنطلعه من يعني هنشوفه من فوق دلوقتي. ده بدايته، ده جايب من تحت، من البدروم من تحت، من عند الخدم. ده اللي احنا شفناه البرج بتاعه اللي بره. شوفوا بدايته من هنا، من تحت خالص اهو، دي طالعه لغايه السطح. ده برضو حمام، ده برضو ممكن شكله ده اللي ممكن يكون للخدم، واضح قوي من حجمه. وهنا هيبقى بقى حمام، يعني قلنا ده المطبخ وده حمام للضيوف. ده الباب الصغير اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو يعدي على الغرفه بتاعه الطعام، اللي هم الغرفه اللي ببابين من على الصاله من هنا اهو. بصوا المنظر ده كده. يا لقطات انا بقى يعني اللي انا خدتها تصوير، خدنا مثلا ساعتين نصور بس صور عاديه بقى بالكاميرا وبالموبايل علشان افهم القصر قبل ما اشرحه. وقعدت مع الساده المفتشين وذاكرنا وطلعنا لكم بالمعلومات دي. والناس هنا بالمناسبه يعني بصراحه والله العظيم المفتشين هنا متعاونين جدا. مفتشين الاثار طيبين قوي ومتعاونين جدا وبيسهلوا حاجات كتير، يعني كتر خيرهم بصراحه. يعني لولاهم ما كانش الفيديو ده هيطلع، فادعوا لهم بقى وانتوا بتتفرجوا عليه. بصوا الباب ده، السقف بقى من هنا، شايفين الجمال؟ ولا السلم والشغل الحديد الفورفورجيه، الشغل اللي فيه شايفين؟ الصعيد مليانه قصور، للاسف هو ده حالها. دي غرفه اتقال لي ان هي للخدم لان هي جنب السلم. سلم برضو مزدوج زي السلم الاصلي للقصر. كل ده كان متغطي بالتراب واحنا اللي نظفناه علشان يطلع بالشكل ده. شوفوا جمال الارضيه، يعني ده انا لسه التراب اللي كان هنا اهو. من اجمل الغرف بقى في القصر واللي فيها يعني كنوز هي الغرفه دي. كل الشبابيك دي برضو البلكونات دي كلها كانت متقفله، فلانه مفيش نور هنا ففتحناها علشان دي الاضاءه اللي عندنا، ما عندناش اضاءه تانية. بصوا التلفزيون والراديو. بس ده بعد، ده تلفزيون مصر اهو واضح. ده اكيد بعد التأميم بقى وبعد ثورة يوليو 52، لان بعد كده اتقسم على الناس اللي شغالين عنده. دي الصور دي كان مكانها هنا، واحنا طلعناها في النور، نظفناها وطلعناها في النور عشان تبان. اهو هو ده بقى المالك واخد نشان اهو، ده اللي هو عبد المجيد باشا سيف النصر. دي صوره كلها، ودي مع اخوه، وده هو برضه. شوفوا دي الصوره دي 1925 اهو. هو ده الراجل عبد المجيد باشا سيف، شكله صعيدي برضه.
من ملك مصر، واخد بقى ايه؟ دي شهاده البكويه من فؤاد ملك مصر بعنايه الله تعالى الى حضره صاحب العزه عبد المجيد سيف النصر الريدي بك من اعيان ملاوي. هنا اقتضت ارادتنا منحكم رتبه البكويه من الدرجه الاولى. خد بيك بقى هنا. دي الالقاب اللي هي بيك وباشا اللي اتلغت بعد الثوره بعد 52، وبعدين تحريرا بسرايا عابدين الملكيه في اليوم العشرين من شهر رمضان، لسه في رمضان زي الايام دي بس النهارده قلنا 4، لسنه 1343 من هجره خاتم المرسلين. 1343 ده تاريخ بالهجري، ده هو 1925، ده هو الموافق 1925. كان فؤاد في الوقت ده ملك مصر، هو الملك، وصدر بأمر مولاي الملك المعظم. ورئيس الديوان بقى مين اللي ماضي ده؟ حسن نشأت. دي الإمضة بتاعته، رئيس ديوان جلالة الملك بالنيابة. هو تقريبا بقى من الصورة دي هو خد الشهادة دي، خد البكوية وخد البشوية بعد كده، هو متسجل حتى في الآثار باسم باشا. وبعدين تصور الصورة دي باللبس التشريف. أجمل بقى حاجة هنا هي دي الصورة دي. ليه بقى؟ دي بقى اللي بتشرح يعني هقولها ازاي؟ الجمهور عامة والجماهير والمواطنين والأمة. ده الملك اهو ماشي خلاص، ما غيرناش يعني، ما الصورة هنستغل الورقة، مش هنرمي الملك، هنعمل بس كده. بصوا بقت ايه؟ الزعيم جمال عبد الناصر. هي نفس الصورة بنفس الورقة. وواضح ان دي بقى بعد يعني دي ايام الراجل نفسه. هو خد باشا بقى كده، هياخد باشا بعد كده ايام الملك فاروق، لو كان واخد بيك هنا مع الملك فؤاد. فهنا اللي جم بقى بعد كده سكنوا في القصر، خلاص الراجل ده هو اللي اداهولهم، فخلاص يبقى هو ده اللي صورته تبقى موجوده. في تغيير. اقول لكم على قصه طريفه كده واحنا بنتفرج. الملك فاروق كان بيروح في الصيف، احنا عارفين في اسكندريه، لان حتى لما قامت ثوره يوليو الدوله كلها بتنقل اسكندريه في الصيف، فاحنا ثوره يوليو في الصيف. فالملك كان هناك يوم 21 يوليو. 21 يوليو يعني امتى؟ يعني قبل الثوره، قبل ثوره 23 يوليو بيومين، قبل ما الجيش يتحرك بيومين. والملك هناك الجماهير بقى، الناس الشعب بيستقبله وماشي في الشارع والناس كلها بتسلم عليه وتحييه. يوم 26 يوليو بعدها ب5 ايام، ما يعني مش بنتكلمش عن جيل اتغير ولا بنتكلم في سنه تانية، لا ده ب5 ايام بالظبط. هو نفس الناس اللي كانت بتحيي الملك راح بقى جمال عبد الناصر ومعاه محمد نجيب وصلاح سالم وحسين الشافعي، اعتقد هم اللي راحوا علشان بقى ايه يمشوا الملك بقى ويودعوه. فهم ما عرفوش يوصلوا للملك من الزحمه، اتاخروا عليه بسبب الزحمه، الناس اللي بتستقبله نفس الناس ونفس الشعب ونفس كل حاجه، مش حاجه اتغيرت. فده يعني بيشرح لنا الكلام ده. قالوا حتى المستشار اشرف العشماوي في مره في ندوه من ندواته كان بيناقش كتاب اللي هو السرعه القصوى صفر، فبقول يعني هم الناس دول اتغيروا ولا ايه اللي حصل؟ هو ده بيشرح لنا اهو قدامنا الصوره اللي احنا شفناها دلوقتي، هي نفس الصوره بس اتغيرت بس الوش والظهر. طيب، وبالمناسبه لو كان محمد نجيب كان طول شويه كنت هتلاقي صورته هو بس، نفس الناس اللي كانت بتحيي اللي حطت صوره عبد الناصر دي كانت برضه بتحط صوره محمد نجيب. شعب طيب جدا ومسالم جدا وغلبان جدا وبيرحب باي حد، اي حاكم اهلا وسهلا. دي برضه الارضيه انا نظفتها علشان تظهر بلكونه. هنا برضو ده احنا بدأنا من تحت، من هنا الماسوره، وقاعد تحت الدكتور الششتاوي وطارق زغلول، مش واخدين بالهم طبعا. شايفين؟ هنطلع بقى فوق على السطح من هنا ونختم من فوق.
برضو بنشكر المحافظة، محافظة المنيا والسيد المحافظ. فبصراحة هو الدعوة جاية منه هو، إن احنا نوثق الحاجات دي ونصورها، وإن شاء الله يتعمل متحف. يعني أنا متأكد، شوفوا التصوير دلوقتي، اتفرجوا عليه بقى إن شاء الله بعد ما يترمم، وبإذن الله هيكون في حال أحسن من كده بكتير بإذن الله. الآثار والمحافظة ياخدوه. ده السلم، انا بقول لكم ان انا شايف ان ده اجمل حاجه في القصر من وجهه نظري. يعني كل واحد بقى ايه، بيبقى هو له ذوقه. شايفين الاستداره بتاعته، جميل جدا. يعني لما نطلع فوق خالص وتبصوا بقى عليه من تحت، ده تاني البرج اللي احنا شفناه من بره. هو البرج ده من بره ومن جوه هو اجمل حاجه في القصر. شايفين السلم، حاجه فوق الوصف. السطح، نظره عامه كده على مدينه ملاوي. في نص البلد بالظبط، وسط البلد. يجوا هنا بقى يقعدوا يشربوا شاي. اكيد وقتها ما كانش، يعني وقته 1914 ما كانش هيشوف المنظر ده خالص نهائي. يعني كان هيشوف حاجات تانية، وهيلاقي ان كل اللي حواليه برضه قصور. زيه كده الدكتور مصطفى ظهر تحت اهو، مش عارف رايح يصور ايه، ما بيريحش خالص. برج الجميل تاني من فوق، في خزان ميه اهو. الخزان ده كبير هو، يعني لو طلعنا نحاول نبص كده السلم ده. بصوا كبير، يعني واصل لغايه اخر البرج. شفت انا بقى حاجه حلوه هنا في الورق ده نختم بيها. ده وصل كهرباء. هو الوصل كهرباء لوحده، شوفوا الناس اللي مواليد النهارده 57، ده وصل كهرباء من سنة 57. أنا اللي مواليد 57 النهارده يبقى عنده كام سنة؟ كام؟ عنده كام؟ 67 سنة صح؟ 67. هو في 27 هيبقوا 70 سنة. ده بس يعني ده عمره 67 سنة. وفي حاجات فواتير بقى وحاجات اهو، مش عارف دي بتاعت ايه بصراحة. نتمنى يترمم ويتحافظ عليه ويبقى اجمل من كده، ونيجي ان شاء الله نزوره بقى وهو عريس كده، ونصوره تاني لما يتفتح للزيارة بشكل اجمل. نشوفكم في اثر جديد ونصور حلقة جديدة، وما تنسوش تعملوا شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.